لما نتجمع عند ست الحبايب بيقولوا لي عاوزين اكله عيش حلوه من ايدك يا منى. طبعا ما اتاخرتش وجريت بقى عند ست الحبايب ونمت عندها من بالليل، وقمت الصبح بدري اعمل اكله العيش الخطيره. شكلت حاجات كتيره، يلا نبدا. وعملت على طول العدس بتاعي، عملت شوربه عدس وعدس مغروف من نفس الطريقه وهنشوف مع بعض. انا اخدت العدس الاصفر بتاعي غسلته كويس قوي وصفيته وحطيت عليه جزر وطماطم وفلفل اخضر من اللي هو الاحمر، نقيت واحده حمرا كده بتدي طعم جميل مش موجوده عادي، وبصلايه وفص ثوم مفروم، وحطيت ميه مغليه غطيت العدس خالص وهحطه على النار لغايه ما يستوي. ده اول حاجه كده واحده واحده. وندخل على الصنف التاني. هعمل بصاره. البصاره بتتعمل من الفول المدشوش. فول مدشوش عملت ربع بس، يعني ربع كيلو فول مدشوش وغسلته كويس وصفيته وحطيت بصلايه وحطيت الخضره بتاعتي. انا اهم حاجه في البصاره الكزبره الخضراء، عاوزه تحطي كزبره وبقدونس وشبت تحطي براحتك، بس هي الكزبره الاساسي معانا. وحطيت ميه مغليه وفص ثوم مفروم وحطيتها على النار برضو تستوي. عقبال ما بخلص كده لقيت ست الحبايب الله يديها الصحه يا رب ويشفيها قطعت لي الفلفل والبتنجان، اخدته غسلته ورشيته ملح وسبته على جنب. تعال بقى ندخل على القرنبيطه بتاعتي، كل الحاجه على السريع. القرنبيطه اخدتها وقطعتها وجهزت الدنيا كده، وحطيت ميه على النار تغلي بكمون وملح، ونزلت القرنبيط وغطيت عليه وسبته يستوي. عاوزاه السوا بتاعه. هعمل النهارده اصناف خطيره هتشوفوا معايا، واكله عيش بصراحه جميله جدا. تعالوا نشوف بقى العدس بتاعي خلاص ابتدى يستوي، خلاص استوى اهو. هقفل عليه واسيبه يبرد. والبصاره برده لقيتها خلاص استوت، برده هسيبها تبرد. هقفل عليها واسيبها تبرد عشان هنضربهم في الخلاط الاتنين وهنشوف الطريقه بتاعتي هعمل ايه. كده خلاص اهو دي البصاره ونسيبها على جنب. تعالوا نشوف القرنبيط. احنا ما بننساش، انا جايباكم من هنا لهنا عشان ايه ما ننساش الحاجه بتاعتنا على النار. لو انا هعمل اقراص هسيبها تستوي شويه اكتر من كده. هقليها، يعني القليه بتاعتي بقى اللي هعملها بانيه زي الكنتاكي كده هتبقى خطيره. هنبقى عاوزينها 3/4 سوا. خلاص طلعتها تبرد خالص القرنبيط. تعال نقلي الفلفل والبتنجان بتاعنا. هقلي البتنجان الاول ولغايه ما خلصت كميه البتنجان اهو زي ما انتم شايفين. ناخد بقى اخر حاجه نقليها الفلفل براحتنا خالص. ما بعمل الفلفل البتنجان ده بقى اعمله بمزاج عالي. هقلي الفلفل كده على نار هاديه، وكمان لو قرن شطه كده زي ما انتم شايفين خطير. في وسط كده مش هطلع الفلفل. خلاص ناخد بقى معلقه توم مفروم ونحمرها مع الفلفل زي ما انتم شايفين كده. طعم الفلفل بياخد من طعم التوم وبتبقى الطعم تحفه. مقطعه طماطم مكعبات صغيره. ست الحبايب ربنا يديها الصحه يا رب قاعده بتساعدني، يعني ربنا يكرمها يا رب. وقطعت لي الطماطم وجهزتها لي عقبال ما انا حمرت الفلفل والبتنجان. حطيت الطماطم المكعبات الصغيره وحطيت شويه خل صغيرين، ونتبل بقى الفلفل بتاعنا بملح وفلفل وكمون وشويه كزبره ناشفين. شوفوا الجمال بتاعها بقى كده، تشم ريحه الفلفل البتنجان خطيره. كل ده احنا ما شلناش الفلفل من طاسه من ساعه ما احنا حمرناه كله مع بعض لغايه ما الفلفل كده يستوي شويه والطماطم تدبل. ننزل بالبتنجان بتاعنا يا دوب بس ايه يمتص الصوص بتاع الفلفل الطماطم والخل والحاجه بتاعته، ونقفل عليه خلاص. وتعالوا يلا نضرب في الخلاط العدس. هو ما بردش قوي بس مش مهم، بس المهم هدى شويه من النار بتاعته. كان فعلا خطير، يعني ضربنا في الخلاط كويس قوي كده. العدس بتاعي جاهز. تعالوا بقى في حله شويه زيت على معلقه زبده، وننزل بمعلقه توم مفروم ونص معلقه كزبره ناشفه كده هتديها طعم جميل جدا. وننزل بالعدس بتاعي المضروب في الخلاط. تعالوا نتبله ملح فلفل كمون كزبره. ده بس. عاوزه تحط شويه شطه صغيرين براحتك خالص. وهنسيبه يغلي كويس قوي. عاوزين القوام بتاعه التقيل عشان هغرف منه عدس مغروف وعليه البصل المقرمشه. هزود بعد كده ميه وهعمله شوربه عدس من نفس الطريقه ونفس الخطوات. وهسيبه بقى على النار. تعال نعمل بقى البصاره. البصاره بقى وهي حطيتها في الخلاط احط شويه خضره كزبره خضره كده نايمين هيديكي لون تحفه. هنضربها برضو في الخلاط كويس قوي قوي. ومن نفس الحله اللي احنا كنا سالقين فيها الفول بتاع البصاره ننزل بالخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط. حطيناها على النار نتبلها بقى بملح وفلفل وكمون وكزبره. شوفوا الجمال، الكزبره والكمون معايا في الاساسي في الاكله دي كلها. في اكله العيش كمون وكزبره وشويه نعناع بقى يا جماله. عسل لو عندك فريش اخضر هيبقى جميل. شويه النعناع ده بيخلوا البصاره ريحتها وطعمها تحفه. شوفوا القوام بتاعها
تقيل ازاي واللون عسل. هنسيبها برضو تغلي غلوتين كمان، وتعالوا نغرف العدس بتاعنا في الاطباق عشان العدس تقل وقوامه بقى حلو. شوفوا القوام بتاعه جميل ازاي. عشان هغرف الاطباق اللي هحط عليها البصل المقرمشه، وهزود بقى شويه ميه صغيرين عشان هعمل شوربه عدس العاديه بقى الشوربه. شوف القوام حلو قوي اهو. نغرف في الاطباق عشان تهدى شويه، وهنعمل مع بعض البصل المقرمشه كده خلاص. وعملت كمان البصاره خلاص، غرفتها في الاطباق عشان هعمل لها بقى الطشه اللي فوق الوش. كل واحده لها حاجه معينه كده فوق الوش هنعملها مع بعض. يلا نشوف. اول حاجه بقى البصل اللي هنعملها للعدس. ماما الله يديها الصحه يا رب خرطت لي البصل مكعبات صغيره، وحمرتها لغايه اللون الجميل ده، وحطيتها فوق العدس. تعالوا بقى فوق البصاره هنعمل ايه؟ شويه سمسم حلوين هيتحمصوا بمعلقه توم مفرومه لغايه ما يتحمروا مع بعض. هنزل معاه عليهم بمعلقه كزبره كبيره، كزبره ناشفه. شوف اهم حاجه السمسم بيخليها طعمها تحفه. دي البصاره الاصليه الخطيره بتاعت اجدادنا وناسنا كلها. في ناس كتيره بتحط على البصاره بصل، لا بس انا بميز البصل على العدس، والثوم بالسمسم، والكزبره على البصاره. خلصنا كده اهو. تعالوا نعمل القرنبيط الخطير. بيض حسب الكميه اللي عندك، حط 2 3 4 بيضات، عليهم الدقيق معلقتين 3 دقيق، عليهم الخضره بقدونس وشبت وكزبره او كزبره بس اللي تحبيه، هم الثلاثه موجودين ما قالوش لا، الخضره اهم حاجه في القرنبيط. بتضربيهم كويس قوي، وهنتبلهم بملح وفلفل وكمون وكزبره، ونسيبها على جنب الخليط ده، ونحط دقيق على نشا لوحده، وهنتبله ملح وكمون وكزبره معانا كده منتهش، عشان هنعمل القرنبيط زي الكريسبي كده. بصوا حاجه كده هنعملها جميله مقرمشه خطيره. هناخد القرنبيط المسلوق، هناخد القطعه لو كبيره هتقسميها 2، وتاخدي من الخليط اللي احنا عملناه الجميل ده كأنك هتعملي كنتاكي بالظبط، يعني فاهمين حاجه كده. اللي ما بيحبش القرنبيط هيموت فيه ويحبه. هناخده من الخليط ده نحطه على خليط الدقيق بالنشا المتبخر ده، ويكون زيت كتير سخن قوي. اول ما الزيت يسخن ننزل على طول بالقرنبيط. ما ينفعش تعملي القرنبيط وتركنيه على جنب، لا لازم على طول على الطاسه على طول وهي سخنه، وما نقلبش الا لما يتحمر. شوفوا الجمال تحفه. طلعت القرنبيط بالشكل ده، وبقيت القرنبيط اللي هو اللي وقع مني عملته قراص. طبعا انا مش لاحقه ان انا اصور ده الاكل النهائي بتاعي. قرنبيط، شوربه عدس، فلفل وبتنجان. عملت كمان بطاطس كمونيه ما لحقتش اصورها، خطيره جميله جدا. وعملت كمان شكشوكه بالبيض بقى، حاجه تحفه. يعني اكله تعيش مكلفه من كل حاجه. كانت اكله جميله جدا، تقعدي باليومين تاكلي فيها من جمالها وحلاوتها، ومعاكي كتير ومش مكلفه. كام عيله ما شاء الله اكلت منها. دي اكلتنا النهارده اللي اتجمعنا عند ماما بيها. ربنا يديها الصحه يا رب، ويخلي اخواتنا ويخلينا لبعضنا يا رب. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.